Düşmenin en güzel yanı ne biliyor musun? Yere çakılana kadar uçtuğunu sanıyorsun, düştüğünü değil. Ya düştüğünün farkındaysan. İntihar ediyorsun demektir. اهلا بيكم في قناتنا. النهارده رجعنا لكم فكره مسلسلات جديده، قائمه ممتعه وشيقه. قائمتنا هيكون فيها النهارده افضل 5 مسلسلات تركيه مدبلجه لعام 2023. كل فتره بحاول اجيب لكم مسلسلات وافلام جديده شيقه تتابعوها وارتبها لكم من الجيد جدا الى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمه جدا ممتع. المسلسل الاول في قائمتنا مسلسل دون ان تشعر. Duvar örüyorsun, bir düşün. Nereye? Aşkım. تدور أحداث المسلسل حول عميل استخبارات ناجح يدعى أونور. تمت ترقيته إلى رئيس قسم في سن مبكر، حيث كان يلاحق جيفان صاحب أكبر شركة مجوهرات في تركيا، الذي يستخدم شركته كواجهة لعمله المثير للجدل. ويحاول عميل الاستخبارات إيجاد طريقة للتقرب من حياة جيفان ومعرفة المزيد عنها، فيلجأ إلى شقيقته هلال التي تساعده للوصول بحرية إلى المنزل، لكن صديقتها إيجا تحول حياته وتقلبها رأسا على عقب. Kaçakçılık işlerimizi öğrenirse Ruhu duymaz. Tanıyacağızlar birbirimizi. Kaynaşacağız. Çok sevindim. المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل ماذا لو أحببت كثيرا. Pardon. Buyurun. Teşekkürler. تدور أحداث المسلسل حول حياة الشاب أوغوز الذي يرث شركة والده الضخمة، بالإضافة إلى تنفيذ وصية والده بالاعتناء بأطفاله من زوجته الثانية. لكن الشاب المتهور لا يرغب في تنفيذ هذه الوصية حتى يقابل ليلى التي تعمل مربية للأطفال وتغير حياة أوغوز تماما. Evet, ne olmuş? Hoşuma gitti. Yalnız dikkat et, ateşle olmuyorsun. Merak etme. O ateşin kimin yakacağı belli olmaz. Ateş Bey. المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل الفخ. تدور أحداث المسلسل حول حياة الأشقاء الذين سلبت طفولتهم منهم ويحاولون الانتقام من شخص غني كان السبب في تغيير حياتهم. وتقف ابنة العدو الذكية والقوية أمام من خططوا لهذا الانتقام لعدة سنوات، فمن يقع في الفخ هو لغز مجهول في أحداث هذا المسلسل التركي. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، ولأول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون من نصيب مسلسل الخياط 2. Gözleri kör olur. Kulakları da sağır. Eğer iki kişi تدور أحداث المسلسل في موسم ثاني حول خياط معقد يعاني من اضطرابات عاطفية ولديه أب مريض بعقل طفل صغير، وعند وفاة جده سيضطر الخياط لإحضار والده الذي يخجل منه دائما لإسطنبول، وسيقوم بإحضار مربية لتهتم به وسيعجب بها دون أن يعرف بأنها الفتاة الذي يحبها صديقها المفضل. sırlar. Düşüyorsun. İntihar ettiğini sanıyorsun ama sadece düşüyorsun. Artık net bir karar vermenin zamanı geldi. Sen bizim için ne yaptın? والفيلم الخامس والأخير في قائمتنا مسلسل وداع. Zaman geri almak mümkün mü? geçmişin kırgınlık. المسلسل بيتابع المواجهة اللي بتنتج عن الحب الذي يزدهر بين طفلين من العشاق الذين افترقوا منذ سنوات بسبب رسالة. يبدأ المسلسل برسائل الوداع بين ألانور وضياء اللذان انفصلا قبل سنوات بشكل غير متوقع بسبب أطفالهما أسلي ومحمد. ويحكي المسلسل عن مواجهة خاطفة للأنفاس بين العائلتين، لا تعرف ما هو الحب الحقيقي حتى تقابل أسلي حب عمره محمد.
Dışarı çıkıp özgür olmak değil. Zarfın içinde وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي ظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.